السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخوتي وأخواتي، ومرحبا بكم في هذه الحلقة المهمة. انتشرت يوم أمس صور للممثل المعروف عادل إمام، وهو طبعا مختفي عن الشاشات حسب علمي من فترة حوالي 3 سنين. ظهرت هذه الصور وصدمت الكثيرين بحكم وجهه، لماذا أصبح هكذا؟ طبعا لا يهمني أنا التعليق على كل هذا، لأن نتيجة كبر السن هذا أمر طبيعي، ولكن ما أريد أن أعلق عليه في هذه الحلقة هو أمر في غاية الأهمية. هذا الشخص على الرغم ما قدمه من سوء، إلا أنه لا يزال يحبه الملايين للأسف الشديد، الملايين المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة هذا الشخص ولا يعرفون ما الذي يرسله من خلال أفلامه. الكثيرون يلقبونه بلقب الزعيم، وإنني أتساءل دائما: زعيم ماذا؟ ما الذي قدمه عادل إمام من نفع ننتفع به؟ بالعكس، ما قدمه عادل إمام من فساد أخلاقي ومن استهزاء بالدين والمبادئ والأخلاق في المجتمع شيء يشيب منه الولدان، وسأعطيكم أمثلة على ذلك. عادل إمام هو أول من جعل السخرية من المدرس والمدير وقيمة المعلم، جعل السخرية منها محل للضحك والاستهزاء، وفعل ذلك في مدرسة المشاغبين. ولكم أن تسألوا من شئتم الذي عاش في ذلك الزمان، زمن مدرسة المشاغبين، وما النتائج السلبية التي جاءت بعد هذه المسرحية السيئة التي أحطت من مكانة المعلم وناظر المدرسة. المدارس في ذلك الوقت لم تكن كيومنا هذا، المدارس في ذلك الوقت كانت لها قيمة، والمعلم كانت له قيمة عظيمة، ويحترم احتراما شديدا من قبل الطلاب ومن أولياء الأمور أيضا. جاءت هذه المسرحية التي كانت بقيادة عادل إمام وأحطت من مكانة المدير ومن مكانة المعلم، وصار التعامل مع المعلم بعد هذه المسرحية التي انتشرت في الوطن العربي كله، صار التعامل مع المعلم من أسوأ المعاملات، وصار التلميذ يتجرأ على أستاذه ويسبه ويسخر منه ويستهزئ به. كل هذا إنتاج مسرحية مدرسة المشاغبين الذي كان يقودها عادل إمام، وهذا كان أول فساد قدمه عادل إمام: التعليم. نعم، عادل إمام هدم التعليم بهذه المسرحية. إن كنت أنت تضحك حين تسمع هذه المسرحية، ولكن لا تعلم ما هي المساوئ التي قدمتها هذه المسرحية في التعامل مع المعلم. وقلت لكم بإمكانكم أن تسألوا كبار السن الذين عاشوا في ذلك الزمن كيف أصبح التعامل مع المعلم بعد هذه المسرحية، وكيف كان قبل هذه المسرحية. لا شك ولا ريب أن هذه المسرحية كانت البداية الحقيقية التي أحطت من قيمة المعلم. أيضا عادل إمام سخر من القضاء، وجعل القاضي في موضع السخرية. في مسرحيته شاهد ما شافش حاجة صار يسخر من القضاء، وصور القاضي التي كانت له هيبة في إعطاء الحكم، صوره بأقبح صورة وبأسوأ صورة. أكمل مشواره الذي يسمونه الفني عادل إمام، وأساء لنقابة المحامين، وأظهر المحامي في إحدى أفلامه بصورة سيئة فيها سخرية كبيرة أحطت من مكانة المحامي في المجتمع. وأيضا عادل إمام سخر من المأذون الشرعي في مسرحيته الواد سيد شغال، وأظهر المأذون في صورة سيئة، يرفع له العباءة ويسخر منه
ويسخر من اللغة العربية، وأظهر المأذون في صورة في غاية السوء. وأيضا أظهر عادل إمام في الفيلم الذي قدمه الإرهابي صورة المسلم الملتحي في أسوأ وأبشع الصور. أظهره الإرهابي، أظهره الشخص الذي يبحث عن الجنس المحرم، أظهره بصورة القاتل المجرم. وانتشر هذا الفيلم، وصار الناس يرتعبون من كل شخص ذو لحية طويلة. بسبب من؟ بسبب عادل إمام. وليس هذا الفيلم الوحيد طبعا، ولكن تستطيع أن تقول أن هذا الفيلم بداية سخرية عادل إمام من الملتزمين والملتحين. وبعد ذلك صار عادل إمام في كل فيلم من أفلامه يسخر من الملتحين. أيضا عادل إمام في إحدى أفلامه، ولا أتذكر ما اسم هذا الفيلم، سخر من الشيخ الشعراوي رحمه الله، وسخر من طريقة لغته وكلامه مع الناس الذين يستمعون إليه. وهذا الفيلم تقريبا كان سنة 1999. المهم في هذا الفيلم سخر من الشيخ الشعراوي بكل وضوح، حيث قلد طريقة الشيخ الشعراوي في إلقاء الدروس والتفسير بطريقة فيها من السخرية الواضحة من الشيخ الشعراوي. وطبعا هذا يبدو أنه انتقام من عادل إمام من الشيخ الشعراوي الذي ظهر بعد مسرحية الواد سيد شغال وهاجم فيها عادل إمام. الشيخ الشعراوي هاجم عادل إمام بعدما أظهر عادل إمام في الواد سيد شغال المأذون بصورة سيئة، المأذون الذي يعقد عقد الزواج، الذي من المفترض أن يظهر في أفضل وأبهى صورة وأجمل صورة، أظهره بصورة فيها من السخرية الواضحة. فظهر الشيخ الشعراوي في ذلك الوقت وهاجم عادل إمام هجوما شديدا، والفيديو موجود على اليوتيوب، تستطيعون البحث عنه بعنوان الشيخ الشعراوي وعادل إمام، لكن لا أستطيع عرضه لأن عليه حقوق طبع ونشر قد يضر بالقناة. هذا طبعا غير أن عادل إمام في أفلامه ومسرحياته ومسلسلاته أظهر الفساد الأخلاقي ما لا يخفى على أحد. حتى الذي لا يشاهد أفلام عادل إمام يعلم علم اليقين أن ما فعله عادل إمام من قبلات وأحضان وزنا واضح في أفلامه ومسلسلاته شيء عظيم. سيقول لي البعض: كيف تقول أن هذا زنا؟ هذا ليس زنا، إنما هذه قبلات ونظرات وأشياء لا يقال عنها زنا. لا، يقال عنها زنا بحسب التعبير الشرعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع. فإذا كان مجرد الاستماع إلى أشياء إباحية والنظر إلى أشياء إباحية، هذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا. فكيف بمن يباشر ذلك سواء بالقبلات أو الأحضان؟ كيف لا يقال عن هذا أنه زنا؟ طبعا هو ليس المقصود به الزنا الذي يطبق عليه الحد الشرعي سواء الرجم أو الجلد، لكن المقصود به هي مقدمات لفاحشة الزنا عياذا بالله. فكما تعلمون جميعا أن عادل إمام هو من أجرأ، أو نستطيع أن نقول هو أجرأ ممثل قام بأشياء خادشة للحياء والأخلاق والدين في أفلامه ومسلسلاته من خلال القبلات والأحضان وإظهار صور للممثلات كاسية عارية، فكل هذا لا يخفى على أحد. فإذا النتيجة من كل هذا عادل إمام أساء للدين، أساء للمعلمين، أساء للقضاة، أساء للمأذون الشرعي، أساء للملتزمين والملتحين، أساء قبل كل ذلك للدين وسخر من الدين. وهذا بعض ما فعله هذا الممثل المجرم، ولكن كثير من الأمور الأخرى التي فعلها وأنا قد أكون لا أعلمها، ولكن هذه أشهر الأمور التي قدمها عادل إمام، واليوم يقدمه الإعلام العربي على أنه الزعيم الأوحد، وأنه زعيم الفن، وأنه الفنان القدير
والنجم العظيم. أي فنان وأي نجم لا يصح أن يقال عن هذا فنان، فالفنان هو الشخص الذي يخترع طائرة، يبني بيتا، يبني قصرا، يخترع شيئا جديدا ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم، هذا هو الذي يطلق عليه فنان. لكن أي فن من شخص يظهر يسخر من المعلم، يسخر من القاضي، يسخر من المحامي، يسخر من الملتحي الملتزم، يسخر من المأذون، يسخر من الدين، يقبل النساء ويعانق النساء وينشر الفاحشة في أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته دون خجل ولا أدب أمام الناس حتى، يعني هذا مجاهر بمعصيته. هذا عادل إمام والممثلون الذين يفعلون فعلته هؤلاء مجاهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بمعصيتهم. فهذا يجاهر بمعصيته ولا يرى معصيته واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بل الملايين يرون معصيته. هذا الشخص له في التمثيل قرابة 50 عاما وهو يمثل أقبح الأدوار وأقذر الأدوار، والأدوار كلها دون استثناء بلا أخلاق، بلا مبادئ، بلا أدب ولا حياء في كل أدواره هذا الشخص. وللأسف الشديد إلى يومنا هذا لم يتب ولم يعلن توبته. يعني أنا حقيقة مستغرب إلى الآن، هذا الرجل بلغ من العمر 80 الآن، وإلى يوم هذا لا يريد أن يعتذر عن هذه الأمور، يعتذر إلى الله عز وجل أولا ويتوب إلى الله عز وجل على ما قدمه من معاصي. فأنا لا أقول أنه قريب من الموت، فلا يعلم موعد ساعة كل إنسان إلا الله سبحانه وتعالى، وما يدرينا لعل أنا يومي قبل يومه، لكن لا شك أن الموت قادم إليه وإلينا. فكيف هذا الرجل أنا أستغرب كيف أحاط به الشيطان من كل جانب ولم يتب إلى الله عز وجل إلى الآن، ولم يتبرأ من أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته. ما هذا؟ شيء عجيب. نسيت أمرا قبل أن أنهي هذه الحلقة. قلنا أن عادل إمام سخر من القضاة، سخر من المحامي، سخر من المعلم، سخر من المأذون، سخر من الملتزم المسلم، سخر من الدين تحديدا الإسلامي. لكن نسينا شيئا، هل سخر عادل إمام من القسيس أو الحاخام اليهودي؟ لا، هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفعله عادل إمام. لماذا؟ العلم عند الله عز وجل، ولكن ربما يكون علاقة عادل إمام القوية بالقساوسة، وتجده في صور موثقة يقبل يد باب الكنيسة شنودة، وتجده يصور مع قساوسة ويبتسم ويضحك، وتجده في المكالمات يقول لباب الكنيسة قداسة البابا، يعني يؤمن أو يتلفظ بكلمة قداسة لشخص كافر نصراني كالبابا شنودة. وطبعا عادل إمام كما قلت سابقا لم يظهر في فيلم يؤدي فيه دور قسيس إلا في فيلم واحد حديث هذا الفيلم ظهر ومثل دور قسيس، وكان الجميع في ذلك الوقت ينتظر عادل إمام بدور قسيس. ظن الكثيرون أنه سيسخر من القسيس كما سخر قبل ذلك سنين طويلة من المشايخ والعلماء والملتحين الملتزمين من المسلمين، لكنه ظهر عكس ذلك. ظهر وصور شخصية القسيس أنه شخص المحب الرحيم ذو الأخلاق العظيمة والعالية، والذي يحب الخير لوطنه وللمسلمين، ولم يسخر على الإطلاق من القسيس، بل على العكس تماما. في هذا الفيلم تحديدا سخر من الإسلام. في المقطع الشهير هو الدين بيقول إيه؟ سخر من هو الدين بيقول إيه؟ هذه مش سخرية؟ سخرية طبعا. يعني سبحان الله، حتى في الفيلم الذي من المفترض يؤدي فيه دورا لقسيس ظهر وسخر من الدين الإسلامي. شيء عجيب. هذا الرجل لا يمل ولا يكل أبدا من السخرية من الدين الإسلامي تحديدا. ثم بعد ذلك يخادعكم الإعلام ويظهر لكم هذا الرجل أنه الزعيم الفنان الكبير والكوكب العظيم، وما هو إلا رجل أفسد أجيالا طويلة
لكم أن تتخيلوا هذا الرجل يمارس فساده من ستينات القرن الماضي، الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، ودخلنا الآن في الألفينات. كل هذه الأجيال تابعت عادل إمام وفسدت بسببه، إلا من تاب الله عز وجل عليه وعرف حقيقة هذا الكائن واستيقظ وعرف أنه شخص يسيء إلى الدين الإسلامي تحديدا. أشكركم على حسن الاستماع، وفي لقاء جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.